خليني أجاوبك على سؤال خطير جدا في الفيديو ده. هل أنت بتدور على فرصة العمل وبتشوف المتطلبات اللي هي عايزاها الأول، ولا بتروح تاخد الكورس الأول وتدفع فلوس كتير وبعد كده تشوف هل أنت كنت محتاج الكورس ده ولا لا؟ بقى صعب قوي إن أنت تاخد قرار تبقى متأكد إنه قرار صحيح وأنت رايح تاخد كورس طرق تدريس، لأن الأوبشنز بقت كتير جدا والحيرة مع الأوبشنز دي بتزيد. فاحنا في الفيديو ده حاولنا نوضح الفروقات بين بعض الكورسات، وكمان امتى تاخد القرار وازاي تاخده. مساء الخير، يا رب تكونوا بخير. عندي كذا سؤال عايزة أسألهم بخصوص الكورس اللي هيبدأ قريب جدا، وهو كورس التافل. بعد وكورس التافل اللي مش عارف، هو المفروض Teaching English as a Foreign Language، يعني احنا بندرس الإنجليش بالإنجليش بطرق تدريس متطورة وحديثة وسليمة وفعالة وكل ما هو إيجابي. يعني الكورس ده المفروض إنه هيبدأ قريب قوي، عشان كده في questions كتير عند ناس كتير بيسألوا. أنا حابة أبدأ مرة واحدة كده بالموضوع ده بالسؤال الأول. أول سؤال لخلف: إحنا إمتى أو ليه نقرر ناخد تافل أصلا؟ كورس التافل ده بيديك الهاندز اون اكسبيرينس، ان انت تبقى مدرس شاطر. يعني ايه هاندز اون؟ يعني انت بتدرس وبتتقيم، بتعرف نقط قوتك ونقط ضعفك. عارف كده زي التربية العملي اللي انت بتاخدها في الجامعة، ولكن من منظور سيلتا تيوترز، من منظور ناس بتشتغل بطرق التدريس الحديثة. فانا اعرف الناس اللي كانت بتدخل تربيه عملي بتروح الموجه بيقول لها ما كتبتوش التاريخ ليه، خد بالك من نقطه خلي العيال ترفع ايدها. التعليقات بتبقى غريبه شويه. ده بناء على اللي انا سمعته من المدرسين خريجي تربيه واداب او الناس اللي عملت تربيه عملي. تافل بقى بيديك من الاخر كده انت المفروض تعمل ايه في الكلاس روم، ازاي تدرس اللغه الانجليزيه كلغه تانية، ازاي تدرس الجرامر، ازاي تدرس الفوكابولري، وبيديك different frameworks. طبعا مش الجرامر والفوكابولري بس، الجرامر والفوكابولري والبرونسيشن، وبرضو السكيلز كلها سواء ريسبتيف او برودكتيف، ازاي بتعمل كلاس روم مانجمنت وهكذا. فده بيخليك مدرس واقف في الكلاس روم عارف انت بتعمل ايه من وجهة نظر طرق التدريس الحديثة. لان احنا الاثنين انا وحامد سيلتا تيوترز، وبندي كورس السيلتا في اماكن مختلفة. فده مخلينا الحمد لله على اطلاع بالترندز في التيتشنج. تمام. طيب ده هياخدني بقى لسؤال برضو قريب قوي، أو يعني مرتبط بالسؤال الأولاني. لو في حد محتار وعايز ياخد كورس، وعلى فكره انا اتسالت السؤال ده برضو اكتر من مره، بس حابه ان انتوا تجاوبوا عليه. ايه الفرق بين ان انا اخد تافل عن كورس السلتا عن كورس السلتا بريباريشن؟ ايه الفرق بينهم هما الثلاثه؟ انا لو هبدا بسيلتا بريباريشن ده كده زي نقدر نقول، عارفه التيستر اللي بيبقى موجود في البرفيوم، تمام. اللي هو انا مش الخلاصه داخل. كده يعني. الخلاصه اللي اه. توقفك في الكلاس روم عارف انت بتعمل ايه لو مم. مركز قوي معايا. تمام. بمعنى ان انا بديك كل الانبوت اللي انت ممكن تكون محتاجه، بس انت ما بتطبقش، انت بس بتاخد النولج، وبنشوف برضو ديموز وبنحللها وبنشوف نقط القوه ونقط الضعف. فانت بتلم التيتشنج بسرعه. فده الكورس لحد ما عندوش وقت، كورس حد مش هيقدر يبذل مجهود في assignments وفي تيتشنج وفي lesson plans وهكذا. مهم. كورس تحضيري بيديك الفكره العامه والخلاصه اللي انت هتاخدها في السلته، عشان لما تيجي تدخل السلته بقى وتفضي نفسك ليها تبقى عارف انت هتعمل ايه. بس ما فيش تمام. فيه element متشال منه، اللي هو element الفيدباك على التيتشنج بتاعك. لان الاليمنت ده بيحتاج ان انت تكون يعني هتبذل مجهود وعارف ان انت داخل على كورس قوي زي التفل او السلتا. طيب، تمام. سلتا بريباريشن ممكن يتاخد قبل التفل وممكن يتاخد قبل السلتا عادي. تمام. السلتا والتفل بقى، احنا دلوقتي بنقارن منتج اسمه سلتا وهو كورس التفل اللي جامعة كامبريدج بتقدمه. يعني ايه؟ يعني جامعة كامبريدج مش هتبقى زي كل الناس وتسمي الكورس بتاعها اسم تقليدي اسمه تافل او تيسل. لا، هي جامعة كامبريدج حبت تميز كورس التافل بتاعها وسمته Certificate in English Language Teaching to Adults. سيلتا. سي Certificate. E English. L Language. T Teaching and A Adults. تمام. ولكن في الأصل هو كورس تافل عادي خالص. طيب، انا وحامد كمدربين سلتا لما نيجي ندي كورس التافل يا هاله، تفتكر ان احنا هنشيل من المعلومات اللي احنا بنديها في السلتا؟
او هننقصها ونديهم معلومات اقل عشان الكورس سعره اقل؟ لا طبعا. بالعكس، بالعكس تماما. ليه بقى؟ امم. انا دلوقتي في السلتا حامد، احنا دلوقتي كامبريدج بتحط لنا الاهداف العامه اللي احنا المفروض نحققها مع الكانديديتس خلال الشهر او خلال الكورس، سواء بارت تايم او فول تايم، صح؟ صح. من حقنا ان احنا نصمم الانبوت سيشنز اللي يحقق الاهداف دي، لان كامبريدج ما بتديناش اي اهداف، ولكن مديانا الخطوط العريضه. في حاجات في كورس السلتا كده انا وحامد بنقول لو نشيل دي ونحط مكانها كذا، فيقول لي لا عشان هو الكريكولم بتاع كامبريدج قال لك لازم تحقق الاهداف دي. احنا بقى تمام. في التافل عندنا الحريه ان احنا نضيف سيشنز ونشيل سيشنز شايفين ان هي مش هتبقى مناسبه للسياق في مصر، او مش مناسبه للسياق في الوطن العربي، او مش مناسبه للطلبه في مراحل مختلفه. انا مثلا عايز اقعد قاعده مع الناس في كورس التفل بعد ما نخلص الانبوت كده في اخر يوم، احكي لهم حكايه تفلزم، انا ازاي بدات، وايه الكورسات اللي انا خدتها عشان افهم في الماركتنج، وايه الكورسات اللي انا خدتها عشان اعرف اعمل بيرسونال براندنج. دي حاجه انا ما اقدرش اعملها في السلتا مثلا، فانا عاملها سيشن في كورس التافل اسمها تايم تو ميك ماني، هتبقى قاعده وديه كده، هحكي لهم تجربتي مع تيفلزم وايه اللي انا عملته وايه الكورسات اللي انا خدتها، وحتى هديهم اللينكس امم. بتاعت الكورسات دي واقول لهم ادخلوا خدوها، لان هتفرق معاك ازاي تكتب محتوى، ازاي تعمل اعلان، ازاي تعمل ويب سايت بسيط، ازاي تعمل بيرسونال براندنج لنفسك تمام. وتعمل ماركتنج لنفسك. فانا في كورس التافل انا وحامد قعدنا بمزاج كده، الكورس محطوط كل الانبوت اللي موجود في السلتا، وضفنا عليه الحاجات اللي احنا ما نعرفش نحطها في السلتا لان كامبريدج مستمحى لنا. فكورس مهتم بالمدرس من اول ما هيدخل لحد ما يخلص التفل هيعمل ايه، مش بس انت هتتعلم ميثودولوجي، لا احنا تجاربنا احنا الشخصيه حاطينها في الانبوت، تمام. بالذات في الجزء الاخير اللي هو انا مسمي السيشن تايم تو ميك ماني. فانا فارق معايا ان انت تاخد الكورس وتشتغل، وانا في مفاجاه معايا هقولها في اخر اللايف بالنسبه لموضوع الشغل. اه بس دلوقتي. آه، مش هقولها، اجريمنت مع شركه قويه هتطلع تشتغل على طول، بس طبعا هقول ازاي في اخر اللايف ان شاء الله. تمام. يعني حلو ان انت وضحت الفرق بين الثلاثه، اعتقد ان الناس كده بقت عارفه يعني هياخدوا دي امتى ودي امتى ودي امتى، بلس كمان انه عايزه اضيف اضافه يعني صغيره لمده الكورس وللفيس بتاعه الكورس، بس ده او سعر الكورس، بس ده هنرجع له او يعني هنروح له بعد شويه، لان ده داخل داخل في الفروقات اللي بين الثلاثه كورسز. حقيقي، بس انا برضو عايز اوضح نقطه صغيره، ان مهما كان ومهما احنا عملنا انبوت عظيم حطينا فيه كل السلتا بلس الحاجات اللي احنا شايفينها هتفيد المدرس بقوه وتخليه اشطر من مدرس مع سلتا، مازال شهاده التفل تيجي في المرتبه الثانيه. السلتا جايه فوق خالص عشان اللوجو بتاع كامبريدج عليها، جامعه كامبريدج من اهم الجامعات في العالم، فانت لو معاك سلتا اكيد. فانت عديت من كامبريدج. فلما تروح تقدم في تمام. شغل، لو واحد معاه سلتا وواحد معاه تفل بيبصوا للي معاه سلتا اللي هو ايه، ده جامد جدا، اللي معاه تفل كده واعمل له انترفيو جربه هتلاقيه ممكن يكون اجمل، لا انا عايز ختم جامعه كامبريدج. ولكن انت لو في مصر اعتقد يعني التفل هيبقى، او يعني في دولتك مش عايز تسافر، مش عايز، التفل شهاده كافيه جدا جدا قوي جدا. جدا. ولكن لو معاك ثمن السلتا اللي داخله في 35 راحه على 40 و45، انا هقول لك لا، لو معاك الفلوس دي وربنا كرمك ماديا متاح، لا خد السلتا، بلاش تاخد لا برضو التافل، انت مع ان انا لو بصيت على الجوب ريكويرمنتس هتلاقي ناس بتطلب سلتا او تافل 120 ساعه which is fine يعني ممكن محطوط سلاش يا حامد، بيبقى مكتوب بالظبط. سلتا سلاش تافل سلاش تيسل، بالظبط تمام. ده في كده. معظم الوظائف. ومعلش يا هلا برضو لو تفكريني اقول لهم على المواقع اللي هم ممكن يسجلوا عليها ويشوفوا الجوب ريكويرمنتس عامله ازاي حول العالم في اخر تمام. اللايف ان شاء الله. اه ما هو ده انا مجهزاه في اخر اللايف ان شاء الله. طيب بالنسبه لي برضو احنا مكملين في التعريف بكورس التافل بشكل عام. قبل ما نبدا في التفاصيل بقى الداخليه قوي، فخليني اسال حامد واقول له: حامد، ده في ناس برضو بتسال على، هم بيكونوا بيدرسوا لاطفال او مراحل اللي هي البرايمري، ابتدائي واعدادي وهكذا، يعني بنتكلم في يونج ليرنرز وبنتكلم في تينز او teenagers. تينيجرز اللي هم عارف المرحلتين دول، فهل الكورس ده هيساعد الناس دي في ان هي تطور مهارات التدريس بتاعتها اللي هي ليها علاقه باليونج ليرنرز؟ في الاول خلينا نقول ان الكورس mainly معمول for teaching adults.
بس ده ما يمنعش ان معظم الكونسبتس او معظم الحاجات اللي احنا بنتارجتها في الكورس نفسه بتابلاي على اليونج ليرنرز والتينيجرز. خلينا تمام. ناخدهم في الاول، خلينا نقسمها لحاجتين، التينيجرز واليونج ليرنرز او البرايمري سكول ستودنتس. لو بنتكلم على التينيجرز اوكي. والادلتس فهم قريبين جدا من بعض، يعني الاثنين ككونسبتس وتيتشنج وميثودولوجي وواي اوف تريتمنت والكريكولم نفسه، الاثنين قريبين جدا من بعض، فمش هيبقى في فرق كبير. مهم. حتى لما احنا كنا بنعمل كورس سلسله اس قبل ما كامبريدج تلغيه، كان معظم ايوه. الانبوت اللي موجود ومعظم الترمينولوجي ومعظم التيتشنج ميثودز والحاجات دي كلها شبيهه جدا للي احنا بنديه في السلطه، فمش هيبقى في مهم. اختلاف كبير. بالنسبه تمام. لليانج ليرنرز او البرايمري سكول ستودنتس، فدول احنا عملنا لهم سيشن او اتنين على ما اتذكر، ان هم الناس يبقوا عارفين ازاي نقدر ندرس اليانج ليرنرز، وفي نفس الوقت عملنا سيشن نوضح الفروقات ما بين يانج ليرنرز وتينيجرز وادلتس، ايه جميل. الاختلافات ما بينهم، او ايه الحاجات اللي احنا ممكن نفكر فيها او نتعامل معاها ازاي جوه الكلاس رومز بقى، سواء different situations، سواء problems solutions، كل الحاجات دي كلها ان شاء الله جوه الكورس. مهم. فاحنا حاولنا نكفر كل الايدج جروبس جوه الكورس على قد ما نقدر، بس مينلي احنا عاملين ديزاين للكورس التافل عموما بيكون فور ادلتس، بس هنتارجت يونج ليرنرز وتينيجرز في نفس الوقت. تمام. جميل. طيب خلينا بقى ندخل جوه مواضيع الكورس نفسه. نبدأ ندي فكرة عامة للناس عن المواضيع اللي هتبقى في الانبوت سيشنز. الانبوت سيشنز دي هتبقى عبارة عن ايه المواضيع اللي الانبوت سيشنز هتكفرها يعني او هتغطيها؟ بسرعه كده هنمر على المواضيع. احنا حاطين 29 انبوت سيشن. انا عشان بس ما اضيعش وقت الناس في ان انا اقعد اقراها، ممكن هم بس يبصوا بصه كده، وان شاء الله الاوت لاين ده هيتبعت لهم. تمام. فال 29 انبوت اللي محطوطين دول احنا لمينا كل اللي نقدر عليه. بس دي اجابه سؤالك يا هاله. شايفه هنا السيشن تمام. دي اللي انا بعمل عليها مم. هايلايت دي، teaching young learners. دي اجابه سؤالك، هل في هنعمل سيشن فيها الفروقات ما بين teaching young learners and adults، وسيشن تمام. تانية زي يعني تكمله ليها برضو teenagers وادلتس، تحتيها على جميل. طول اهي. مهم. جميل. تمام. طيب بس هو آه، يعني بشكل رئيسي المواضيع اللي هتتغطى في الكورس ده هتكون عبارة عن طبعا يعني انا عارفة ان انت سايب التوبكس دي للناس تقرأها، بس يعني عايزين نقول لهم in general هيدرسوا ايه، يعني in general كده حاجات بسيطة، مش كل الانبوتس، اديلهم الحاجات آه، الأساسية. ازاي تعمل كلاس روم مانجمنت، ازاي تدرس ريسبتيف سكيلز، ازاي تدرس برودكتيف سكيلز، ازاي تستخدم ديفرنت فريم ورك زي تكست بيست، زي سيتويشنال برزنتيشن، زي تيست تيتش تيست، تكست بيست، مش عارف قلتها ولا لا. برودكتيف سكيلز الفريم ورك، ازاي بترتب الدرس، ازاي بتعمل كونسبت تشيكينج كويستشنز، ازاي اه. بتدرس فانكشنال لانجوج، ازاي بتصمم كنترول براكتس وفرير براكتس وايه الفرق بينهم. انا برضو مم. مزود هنا تشات جي بي تي، ازاي تستخدمه في ان هو يساعدك، عشان انا بصراحة بستغرب جدا من الناس اللي يقول لك الاي اي هي هي هيستبدلنا. لا، ده احنا بنسخر الاي اي ان هو يساعدنا ونطلع بالظبط. الدرس بشكل اقوى. حقيقي. بنخلي زي الاله الحاسبه كده بالظبط، لو عمليه معقده الاله الحاسبه بتسرع الدنيا. فالاي اي مش هيلغينا، لا ده هو هيساعدنا، وهنستخدمه لمصلحه الستودنت ولمصلحه جو احسن في الكلاس روم وتعليم احسن. زي نخلي تشات جي بي تي، ازاي نعلمه يطلع سي سي كيوز بدل ما انا بقعد اعصر دماغي. لا، انا هديله البرومبتس وافهمه السي سي كيوز دي معاييرها ايه، وازاي يطلع لي سي سي كيوز قويه. انا برضه هقيمها وممكن اعدلها في سيشنز او يعني 3 سيشنز عن فونولوجي. دول زي كورس فونولوجي صغير كده جوه كورس التافل. عندنا برضو سيشن عن teaching exam classes، هندي فيها مبادئ الاكزام كلاسز، ازاي بتدرس من اجل الامتحان، لو حد هياخد ايلتس او حد هياخد يعني مبادئ التستنج مم. وتيتشنج اكزام كلاسز اند سو اون. عندنا برضو ممكن سيشن هنتكلم فيها عن زوم ومايكروسوفت تيمز، او عن زوم بس البرنامج اللي هنستخدمه، يعني البرنامج اللي التيتشرز هيعملوا بيه التدريس. هنديهم زي ايه سيشن ازاي يستخدموه. مم. تمام. ازاي جميل. بتكتب ليسون بلان، ازاي بتعمل لانجوج اناليسيس، ازاي بتعمل بروفيشنال ديفلوبمنت ايفن بعد الكورس. جميل. والسيشن برضو اللي انا يعني معتز جدا ان انا حاططها،
اللي هي تايم تو ميك ماني دي، لو ضغطنا هنا هينزلنا مم. على السيشن بالظبط. انا كاتب explore how Tiflism started and why it grew. ازاي Tiflism بدأت وازاي كبرت. جميل والله. وبرضه انا هقول معلومة صغيرة بس ازاي كبرت بسرعة. مم. الإخلاص واحترام الناس. واحترام الناس دي حط تحتيها عناوين فرعية: احترام وقتهم، احترام الفلوس اللي هم تعبوا فيها، احترام احتياجهم للعلم، احترام احتياجهم للشهادة، احترام. احنا تمام. بنحترم الناس جدا جدا. حقيقي. ومفيش حاجة عندنا في تيفيليزم تقدري تقولي كده ايه متسابة للصدفة، اللي هو والله مم. هم سجلوا واحنا نسينا ندخلهم الكورس. ده ما بيحصلش عندنا. والله سجلوا بمجرد ما دفعوا ما عدناش بنرد عليهم. ده ما بيحصلش مم. عندنا. لا، ده هو حتى الحمد لله احنا في تيفيليزم كل اللي شغالين في تيفيليزم، سواء انت دفعت لي او ما دفعتليش وبعت لي سؤال انا عندي اجابته او اقدر اجاوبك عليه، بمجرد ما بشوفه بجاوب عليه. فما بالك بقى تمام. باللي بيدرسوا معانا. فهاو الجرو دي يعني احترم الناس، اخلص في عملك، كمل اجتهاد، ربنا يوفقك. ما تكذبش، ما تحورش، ما تبصش على الفلوس بس. ده كان مبدأنا، ودي العوامل الأساسية والمعايير والأعمدة اللي اتبنى عليها تفليزم. الحاجات التانية كلها ممكن نتعلمها، إنما الحاجات اللي أنا قلتها دي أنا وحامد وأي حد اشتغل معانا وأنت هلا إن شاء الله لما تنورينا، إحنا كلنا بيهمنا إن اللي بيدرس معانا يطلع مستفيد، نفسيته كويسة، مش زعلان، قادر ينافس. مش بس بيستفيد، لا مم. بيستفيد وقادر ان هو ينزل سوق العمل ويطبق اللي هو آه، اتعلمه. طيب الجزء الثاني في مم. تايم تو ميك ماني السيشن دي: learn the basics of personal branding. انا عملت ايه عشان اعمل personal branding لنفسي؟ هحكيها بمنتهى البساطه وبمنتهى الصراحه يعني، وهكون open جدا في انا عملت ايه وعملتها ازاي. مم. ازاي اعمل personal branding. how to مم. start the journey of eye catching designs for your courses. انا مش هعلمهم جرافيك ديزاين، ولكن هقول لهم الكورسز اللي انا خدتها، هعرفهم الكورسز اللي انا خدتها وهنصحهم ان هم ياخدوها، اعرفهم اللينكات، ولو اقدر كمان اجيب لهم خصم عليها من الاماكن اللي بتقدمها هعمل كده. learn how جميل. to automate responses. انا حاجه زي دي، انا عشان بقى بيجي لي كميه رسائل انا نفسي ما بقدرش ارد عليها. فحد يقول لي مثلا عايز معلومات عن السلتة، انا الواتساب بتاعي بيقوم باعت له على طول الكلام الخاص بالسلتة. اه. حد يقول لي انا عايز معلومات عن كورس التافل، حد يقول لي انا عايز حد يقول لي انا عايز الهديه بتاعه اللايف النهارده، هقول له يعمل ايه، تقوم رايحه له الهديه على طول. بيجي لي 1000 و1200 رساله في يعني في خلال 10 دقائق. فانا مستحيل هقدر ارد عليهم كلهم مره واحده. فليرن مم. هاو تو اوتوميت ريسبونسز ده حاجه مهمه جدا. يعني أكيد. هديهم التول اللي انا بستخدمها، الحاجات الصغيره اللي الناس شايفاها بتنجز وقت فده مش كورس تافل، يعني ده كورس تافل بلس ازاي تنجح. انا عايزك مم. تنجح، عايزك مش بس مش تتعلم تدرس، لا ازاي اللي انت اتعلمته ده يعمل لك دخل كويس بس. جميل. جميل يا خلف، يعني إجابة وافية وكافية والله. يعني أنا شايفة إن الكونتنت ما شاء الله أو محتوى الكورس تقيل، يعني محترم جدا، اللي هو أنت بتعلم الناس يدرسوا reading و listening و writing و speaking و language like vocab و grammar و functional language. في حاجات كتير الناس محتاجة تعرف كده. وكمان أنت مش بس أنت وحامد ركزتوا على التدريس، تدريس المهارات اللي هي اللانجوج والسيستمز والسكيلز، انتوا كمان ركزتوا على حته الديفلوبمنت والسيلف ديفلوبمنت نفسها اللي ليها علاقه بالمواضيع اللي انت لسه متكلم عنها دلوقتي. فدي حاجه حلوه جدا يعني ما شاء الله. يعني هو طيب. كورس التفل معانا يا هلا سلتا بلس حياه. حقيقي. فاهمه حقيقي. يعني الميثودولوجي بلس هتعمل بيها ايه. بالظبط. بالظبط، يعني ما بس شاء الله اللي هو الشهاده انا بقول طبعا لك مش هي. شهاده. سيشن زي دي يا هلا فيديوز اند سونجز ان ذا كلاس روم، انا السيشن دي بتفتح لك بوابه على العالم. لو انت ما عندكش كتاب، ازاي تطلع من مشهد في مسلسل، تعلمك ازاي تطلع منه 4 دروس. جميل. انت متخيل مشهد مدته 4 دقائق مثلا او 3 دقائق، خليك تبني عليه دروس. مهم. فهقول لك ازاي الدنيا بتمشي، وازاي تخلي الطالب بتاعك مستنيك تدخل مم. الكلاس. فانت ما شاء الله. عارف ان انت متجدد
مش دايما بالظبط. ماسك الكتاب وضغط عليه ويلا صفحة كذا، لا انت افتحوا ممكن الكتاب. ايوه. آه، فيلم الناس كلها اتكلمت عنه وبتحبه تطلع منه 3 4 مشاهد تبني بيهم 3 4 يعني 3 4 كلاسز، او تعمل مهم. الكلاس كله من الفيلم. لو انت مثلا عندك كورس سبيكنج، ازاي تطلع 3 4 فيديوهات او 5 فيديوهات او 10 فيديوهات من مسلسل او من مهم. حلقات مختلفة من مسلسل او من نفس الحلقة، ايا كان على حسب برضو الثقافة، لان مش كل حاجة في الحلقة تنفع ثقافتنا، تمام. وتعمل منها كلاس. فدي جميل. حاجات يعني ازاي تصحح الاخطاء دي، تصحيح الاخطاء وازاي بتصححه وامتى بتصححه وبتصححه ازاي. فالحاجات مهم. دي كلها زي ما بقول لك كده ميثودولوجي، وازاي هتستفيد من الميثودولوجي ده بعد ما تخلص الكورس وتبقى مدرس شاطر، وازاي تعمل منه دخل. ما شاء الله، ده بلس جميلة قوي الفرصه اللي يعني. انا هتكلم عليها في اخر اللايف، اللي هي انت هتخلص معانا مرتبك لو اتحققت فيك المعايير اللي احنا شايفينها، مهم. مرتبك يبدأ ما من تقولش. 10000 جنيه. ايش، ما تقولش. طيب. طب حامد، انت يعني شكرا يا خلف على الإجابة دي والله. حامد، انت حابب تضيف حاجة للي خلف قاله بخصوص مواضيع الكورس او الانبوت سيشنز بتاعت الكورس؟ اللي انا حابب اضيفه بس ان الموضوع بالنسبه لنا مش هيبقى مجرد ثيوري، يعني انت مش هتدخل الانبوت وهتفضل قاعد معمول لك ميوت واحنا عمالين نقول كل الحاجات يعني بن بن مش بنلكتشر مش بنتيتش. مهم. فده مش هيحصل. معظم الانبوت سيشنز الموجوده غالبا بيبقى فيها ديمو، بيبقى فيها تاسكس موجوده، بيبقى فيها هاند اوتس كلها، او يعني بنسبه 99% بتبقى ستودنت سنترد. احيانا بنحتاج نضيف الثيوري من عندنا، بس ده مش معناه ان مهم. انتوا هتبقوا قاعدين باسيف بتسمعوا بس. وده مش معناه برضو ان احنا هنبقى بندي السيشنز بالعربي علشان الناس ما تبقاش فاهمه غلط. لا، السيشنز بالظبط. كلها انجلش، يعني الميديم انجلش والسيشنز انجلش والهاند اوتس انجلش. فلا هيبقى في عربي ولا هيبقى في ليكتشرنج ولا هيبقى في باسيف ليرنينج. كل الحاجات دي احنا بنحاول يعني نمنعها على قد ما نقدر. مهم. اوكي. اسمح لي بس حاجة اضيف حاجة حته قول. تبقى صغيره تفاعلية حامد. محترمة يعني. السيشن بتاعه تايم تو ميك ماني دي ممكن تبقى قاعده وديه، ممكن يبقى فيها عربي واسمح للناس فيها تتكلم عربي وانا اتكلم عربي. اللي هي بتاعه تايم تو لا، ميك انا ماني بتكلم انا عن عملت السيشنز اللي دي. ليها علاقه بالتيتشنج، ما اها. لناش تمام. دعوه بالسيشنز التانيه. بس تمام. السيشن دي هماني جدا جدا جدا، اللي هي ازاي انا هستفيد. انا حتى حاطط لهم صوره اللي هي في جنيهات ذهب اهي. أي- الحاجه انا عايزة الثانيه، يعني والله ابغى هذه الصورة. الحاجه الثانيه هيبقى في جروب برايفت على الفيسبوك اللي هينضموا الكورس الكافل، لان انا عارف كويس قوي ان في ناس بتيجي الكورس من اللايف فيديوز اللي انا بعملها بالعربي، فيقول لي ايه ده السيشن كلها انجلش ويتخض. يعني هو بيبقى فيه مايند سيت كده، لا انا مش هفهم اصل في مصطلحات كتيره مش فاهمها. لو لقينا دي الكيس، انا وحامد وبرضو التيوترز المساعدين ممكن يطلعوا لايف على الجروب الخاص بتاع الفيسبوك ده، يعملوا لايف صغير كده بالعربي عن الجزء اللي مش واضح، مفيش مشكله، بس السيشنز هتبقى بالانجلش. مم. الفيسبوك الجروب البرايفت للتوضيح لو حسينا ان المجموعه محتاجه ده. جميل. فمحدش يقلق يعني من موضوع ان السيشن كلها بالانجلش، معلش هي دي حاجه هتبقى دي زي ريكويرمنت كده في الكورس عشان يبقى يعني validated by us، عشان نبقى مهم. احنا مقتنعين بيه زي السلطه بالظبط. جميل. طيب. يعني انا عايزه اقول بقى الجزء اللي قبل ما اسال السؤال اللي بعد كده. عايزه بس انوه انه المفروض ان احنا عندنا في الكورس ده input sessions اللي هم لسه حامد وخلف متكلمين عنهم. بس انا يهمني ان الناس كلها تعرف ده اذا ما كانوش عارفين، يعني انه اللي هيدي الانبوت سيشنز دي محمد علي خلف وحامد شريف. فعلا مستقبلا مش هيبقى احنا بس اللي بندي الانبوت سيشنز، برضه عشان تمام. الناس تبقى عارفه. مهم. سواء في حد تاني دخل الانبوت او لا، فكل الناس اللي هتبقى داخله الانبوت هيبقوا على الاقل معاهم دلتا، سواء بقى موديول 1 موديول 2 وات تمام. ايفر، فهيبقوا دلتا سيرتيفايد وسيلف سيرتيفايد عشان يبقوا الى حد ما قادرين ان هم يدوا السيشن ويجاوبوا على اسئله الناس. وفي نفس جميل. الوقت احنا كده كده هنبقى موجودين، سواء في حد تاني هو اللي بيدي الانبوت ولا لا، احنا كده مهم. كده موجودين. اكيد اكيد. طيب. خلوني بقى ارجع للاسئله تاني. هي السيشنز دي مسجله ولا هتبقى بس بياخدوها لايف كده وخلاص وشكرا جزيلا؟ بصي، هو انا لما بدات سيلتا بريباريشن اول واحد قال ان انا هسجل السيشنز، وكل الناس قالوا لي طب هو دلوقتي لو السيشن مسجله والماتيريال موجوده، ما كده اي حد ممكن يخرجها. التسجيل اللي انت بتقوله بالماتيريال بتاعتك موجودين، يبقى انت كده ضيعت نفسك.
فانا امم عندي قناعه ان انا لما بقول للناس ما تعملوش كده ودي امانه وتعهدوني ما تعملوش كده، لحد الان ما فيش الا 3 بس خرجوها، وانا عارفهم يعني ما بالاسم، شاء الله. وعارف خرجوها لمين، امم ومش مسامحهم. ليفل طبعا عالي من انا الأمانة والله. انا مش قايل لهم ان انا عارف، بس انا عرفت، وعرفت هم خرجوها لمين، وحد من مش الناس قايل اللي لهم خرج ايه؟ له انت ناقص الحاجات. تقول اساميهم دلوقتي. نفسي عايز اقول والله ما اسامحهم لان دي امانه وهم خانوها يعني. ولكن عايز اقول ان الكورس كان اول ما بدات فيه 5 تمام. وسجلته، وبعدين تاني جروب كان فيه 5 وبرضه مسجل. فلو الموضوع ده بياخد من الرزق، ما كانش الكورس يوصل ل 30 و40 و50 و60 حقيقي حقيقي حد. ما شاء الله. احيانا معايا 60 حد، ومحدش يقلق من العدد في كورس سيلتا بريباريشن، لان انا بعرف اعمل كلاس روم مانجمنت كانك قاعد لوحدك. تمام. ببقى عارف اسئلتك هتيجي امتى وهتيجي ازاي وهتيجي في ايه وهتتجاوب ازاي. ما شاء الله. فالعدد حتى لو كبر وانا لوحدي انا في سيلتا بريباريشن لوحدي، ومعايا يعني اسيستنت كورس تيوتر مؤخرا ياسمين بقت بتخش معايا. ولكن يعني انا بديره لوحدي، والاعداد الكبيره دي لوحدي، ومحدش حس ان هو اتظلم في اي حاجه الحمد لله لحد الان. والساتسفاكشن برسنتج لحد الان 100%، الحمد لله. الحمد لله الحمد آه، لله. بس فبنسجل السيشنز عادي خالص، وبرضه بناخد مهم. كده زي عهد من الناس ان هم مش هيخرجوها بره، عشان انا عايز اي حد يحب يرجع لاي سيشن في اي وقت يلاقيها ويراجعها. جميل. بس ما يبقاش خد المعلومه ولو حصل له ظروف وما حضرش يبقى خلاص راحت عليه. لا، انا عايز حتى لو حصل لك ظروف، طبعا احنا سايبين 5% بس عدم حضور. امم يعني الكورس 100% attendance، بس تمام. 5% سايبينها لك. اكتر من 5% ده ممكن يأثر على النجاح في الكورس، او لازم تجيب عذر ان انت بتغيب، بالذات عن التيتشنج براكتس. تمام، جميل. ما ينفعش ماشي. تغيب فيه، بس ان شاء الله ربنا فهنسجله ما يا هادي. يجيبش غياب. طيب الكورس ده خلف قال في الاول ان هو المفروض ان هو فيه جزء عملي كبير يعني. حابة ان انت تتكلم باستفاضة عن التدريب العملي اللي جوه الكورس. طيب يعني لو سيبنا الانبوت سيشنز على جنب واللي بيحصل فيها سواء بقى كثيوري وبراكتس وكده، فالجزء الثاني من الكورس هو التي بيز والاساينمنتس. طيب بالنسبه للتيتشنج براكتس، فكل حد داخل الكورس سواء داخل على الشهاده بتاعت الاوفكوال او داخل على الشهاده بتاعت تيفلزم بياخد مهم. نفس عدد التيتشنج براكتس، وهم 8 تي بيز، وكل واحد فيهم بيبقى تقريبا 45 دقيقه زي تمام. السيلف. وغير الاساينمنتس احنا عاملين مجموعه اساينمنتس مختلفه بتارجت ديفرنت سكشنز من التيتشنج عموما، سواء بقى كان لانجوج اناليسيس، سواء كان رايتنج، سواء كان ريسبتيف سكيلز. كل حاجه احنا بنشتغل عليها بيبقى ليها اساينمنت مختلف، وعشان كده الاساينمنتس كتير شويه. تمام. بس ده علشان الناس تخلص الكورس ويبقى عندهم نولج كفايه وعملوا براكتس كفايه، سواء بقى كان ريتن او تيتشنج في نفس الوقت. طيب جميل. كل التيتشنج براكتس يعني كل جروب بيبقوا تقريبا 6 او 8 ماكسيمم، وبيبقى معاهم تيوتر لوحدهم في جروب لوحدهم، بحيث ان هو يجاوبهم على اسئلتهم ويساعدهم، وهو اللي بيعمل لهم الاسسمنت وبيديهم فيدباك. والفيدباك بيبقى حاجتين: اورال وريتن. فبياخدوا اورال فيدباك وبعد كده ريتن فيدباك بيوصلهم، سواء بقى على الايميل او على جوجل كلاس روم، حسب ما احنا هنظبطها ان شاء الله داخل تمام. الكورس. ده مهم. بالنسبه للاثنين. للاسف مفيش حد هينفع يعدي الكورس من غير ما يكون مكمل ال 8 تي بيز. حتى لو حد حصل له ظروف او وات ايفر مفيش مشكله، ممكن ريسكيدجول، بس مش مهم. هينفع ان هو يخلص الكورس من غير ما يكون مخلص ال 8 تي بيز ومعدي فيهم. مهم. بس طيب هل يا حامد الكورس ده فيه جريدز؟ يعني مثلا السلطة الشهادة بتاعتها فيها باس A باس B كده، وممكن باس بس. هل برضو السيرتيفيكت لسه طبعا هنتكلم باستفاضة عن السيرتيفيكت، بس ممكن تقول لنا هل هي بس دلوقتي فيها جريدز ولا لا؟ ايوه طبعا السيرتيفيكتس هتطلع كل حد بالجريد بتاعه، سواء كان باس بي او اي، حسب البرفورمانس بتاعه في التي بيز والاساينمنتس. جميل. لو جينا نتكلم على تقييم المدرسين بقى، يعني حامد اتكلم عن الجزء العملي التي بيز او التيتشنج براكتس، نيجي نتكلم عن تقييم بقى المدرسين وهم بيدرسوا. ممكن تكلمنا كده يعني باختصار على موضوع تقييم المدرسين؟
احنا هنقيم خلف. المدرسين من خلال نفس المعايير اللي بنقيم فيها المتدربين اللي بياخدوا كورس السلتا. تمام. فقبل التيتشنج براكتس كل المتدربين هيبقوا عارفين ايه هي المعايير اللي التيوتر بتاعهم بيدور عليها. وطبعا المعايير دي هتبقى موجوده مع التيوترز. يعني انا احب برضو اوضح ان كل الاسيستنت كورس تيوترز عملوا شادوينج لكورس السلتا نفسه. مهم. يعني هاله ان شاء الله انت داخله معانا كاسيستنت كورس ان تيوتر شاء تي بي الله تيوتر. هتصرف. داليا، مهم. ياسمين، آية، كل الناس اللي هتظهر الفترة الجاية دول عملوا شادوينج لكورسات سلتا حقيقية وشافوا مش كورسات، مش سلتا بريباريشن، مش تافل، لا هم دخلوا كورسات سلتا وخدوا نوتس على التيتشرز وهم بيدرسوا واتناقشوا معانا في النوتس دي، واتناقشوا مع التيتشرز كمان في بعض الأحيان في النوتس دي. فالاسيستنت كورس تيوترز مش خليني اقولها كده، مش اخدين تدريب بسيط، لا، اخدين تدريب حقيقي من ارض الواقع، مش في كورسات حتى تفل الدنيا فيها وديه، لا، كورسات سلتا، وكتبوا فيدباك والفيدباك بتاعهم اتقيم من خلالي ومن خلال حامد. مهم. فهم يعني ايه، مش هقول هم اسيستنت كورس تيوترز في تافل، لا، ده هم ينفعوا اسيستنت كورس تيوترز في سلتا، بس لسه عايزين يمشوا البروسيس بتاعت السلتا، بس شويه ان شاء الله. الريجوليشنز بتاعت كامبريدج. فالتقييم هيبقى من خلال معايير كامبريدج. الحاجه الثانيه، الاسيستنت كورس تيوترز لما هيكتبوا الريتن فيدباك ويعملوا اورال فيدباك مع الكانديديتس كل اسبوع هيبقى مطلوب من الاسيستنت كورس تيوترز يدوني انا وحامد تقرير عن اكتر نقط الضعف اللي اتكررت مع معظم الكانديديتس. نقط الضعف دي 1 2 3 4 اتكرروا مع واحد مع 10 تيتشرز او مع 20 تيتشر. طيب الثلاث نقط ضعف دول هيتعمل عليهم اوفر اول فيدباك من خلالي او من خلال حامد منفصل. يعني مهم. ده هيبقى زي لايف برضو على البرايفت فيسبوك جروب، وهيبقى مسجل وهسيبه، مش لازم الناس كلها تحضر لان هيبقى بره وقت السيشن. خد بالك اللي بيحصل في كورس التفل جوه السيشنز حاجه، وبره السيشنز يعني ال 120 ساعه اللي انت بتاخدهم في كورس التفل حط عليهم كمان 30 40 50 ساعه على حسب احتياج او 10 ساعات على حسب احتياج التيتشرز. فاحنا مش هنلتزم بس بالاوقات بتاعه السيشنز، لا، في البرايفت فيسبوك جروب ده للدعم وللسبورت. لو ما قدرناش او لو حد حس ان هو مش قادر يلحق اللي بيحصل في السيشن مش هنسيبه، لا، هنقول له تعالى احضر اللايف، او حتى لو مش قادر تحضره في وقت البث هنسيبه موجود. خدش راجع الحته اللي انت مش فاهمها. المهم ان مش هيبقى في عندك سؤال يخص التفل او teaching English as a foreign language to adults مش هنسيبك تخرج من الكورس والسؤال ده مازال محيرك او مازال انت مش عارفه. فاهم قصدي؟ فالتقييم والدعم عندنا بشكل مختلف خالص عن اي كورسات اتعملت قبل كده، مهم. سلطه او تفل صراحه يعني. تمام. طيب انا اعتقد ان احنا كده غطينا معظم ان ما كانتش كل الجوانب الاكاديميه للكورس. تعالوا كده دلوقتي نتكلم عن التفاصيل بقى العامه بتاعه الكورس، زي مثلا مده الكورس هتكون قد ايه، ووقته، مواعيده، كم مره في الاسبوع، المره كام ساعه، الاوفرول ديوريشن بتاعه الكورس كده يعني. فممكن توضح لنا معلش يا ده؟ هلا، انا مش عايز اقول الاوفر اول ديوريشن دي احنا اخترناها بناء على استفتاء عملناه مع المدرسين عشان تمام. يناسب ظروفهم، وحاولنا خطه فكره ان انت تبقى مضغوط وما انتش فاهم انت بتدرس ايه. فقلنا هنعمل النص الاول من الكورس انبوت، يبقى هنخلص الانبوت كامل، وبعد كده النص التاني هيبقى تيتشن براكتس. وزي ما قلنا الانبوت مسجل، يعني انت لو عندك سيشن هتدرس فيها فوكابيلري هترجع للسيشن او للاثنين اللي اتعملوا عن الفوكابيلري تذاكرهم وتبدا تحضر الدرس بتاعك. مهم. فقلنا ان احنا نخلص الانبوت بعد كده ندي التيتشن براكتس بحيث ان الناس ما تتكعبلش. الحاجه التانيه انا برضو مش عايزهم يتكعبلوا في ان هو يفرغ نفسه ويسيب حياته ويسيب شغله ويسيب التزاماته ويجي يحضر الكورس، لا، هم يومين بس في الاسبوع ونشتغل براحتنا، بدل ما اقول له لا انت هتقعد معايا شهرين بتحضر 4 ايام كل اسبوع. طبعا احنا مهم. ممكن نغير الكلام ده بعدين بناء على الحاله العامه. يعني مثلا اثناء الدراسه احنا عملناها كده
بحيث ان احنا ناخد يومين منك بس في الاسبوع. مهم. اليومين دول كل يوم فيهم 3 4 ساعات. طيب في الاجازه، طب انت ما بتروحش المدرسه وفاضي، ممكن نغير النظام ونخلي الدنيا مضغوطه شويه ونخلص اسرع، وهكذا. فالموضوع ده فيه هيبقى فيه فليكسيبيليتي. بس انا حاولت بس اوضح، لان الناس لو سمعت ان الكورس شهرين انبوت وبعدين شهرين تي بيز يتخض يقول لك 4 شهور. لا، ما انت 4 شهور انت مش بتحضر غير يومين في الاسبوع. انت لو بالظبط. جيت مهم. تجمع عدد الساعات هتلاقي عدد الساعات مش كبير، مش هيخطفك من ايه، من شغلك ومن حياتك ومن التزاماتك، لان هيبقى فيه مهم. اساينمنتس وهيبقى فيه ليسون بلانز وهكذا. فمش عايزينك تبقى مضغوط اثناء الدراسه. بس ده انا غير اسف ان احنا قلنا احنا الموضوع. حطينا، لا خالص، ده غير ان احنا حطينا الاساينمنتس مع الشهرين بتوع الانبوت سيشنز، بحيث مهم. ان انت لما تيجي تعمل التي بيز ما تبقاش مضطر تبقى بتعمل ليسن بلانز واساينمنتس في نفس الوقت. يعني حاولنا ان احنا نقسم الورك لود بحيث ان ما حدش يبقى تعبان. احنا كل اللي احنا حاولنا، كل الديسيجنز اللي احنا اخذناها كانت من خلال الناس مش من خلالنا احنا. يعني احنا ما عملناش، ما خدناش القرار ويا يعجبكم يا لا، لا خالص. احنا اخذنا رأي الناس الاول وبعد كده احنا ظبطنا تفاصيل الكورس وتفاصيل كل حاجه على اساسهم، مش العكس. مهم. فيعني دي الحاجات اللي احنا كنا متارجتين ان احنا نبقى واخدين بالنا منها كويس جدا. جميل جميل ما شاء الله. حتى مش هيبقى مضغوط قوي يعني. اللي انا عارفاها لا عن خالص. كورس السلتا مثلا، انه السلتا اللي هي الكورس الفول تايم بتبقى شهر. شهر كله ضرب، مفيش فيه اي متنفس يعني. لكن اعتقد ان ده بنشتغل. شويه شبيه بالسلتا بور تايم اي جس، بس بشكل حتى كمان عميق بالظبط. اكتر يعني، او شامل اكتر. جميل. طيب بالنسبه لسعر الكورس ده، ممكن تكلمونا عن سعر الكورس؟ حاليا الرقم $250 لشهاده تيفلزم، وعليه خصم اللي هو ما يعادل 7000 جنيه في سعر البنك. بس هو السعر اللي هيفضل ثابت $250. فلو حصل تعويم فالباتش الجاي هيبقى هيزيد شويه على حسب، لان احنا في الاخر انا مش عارف ايه ايه اللي هيحصل. فانا حاولت كل السيرفيسز اللي بندفعها، كل الاشتراكات اللي بندفعها بره، تمام. فبندفع بالدولار. وفي الاخر بناخد بالمصري. فكده لو فضلنا عاملين السعر بالمصري هيبقى الموضوع صعب. فيها فكده كده مخاطره. احنا مش هنغلي الكورس، لا احنا مثبتينه ب $250. انت الحقه مم. بقى ب $250. السلتا ب $1200. السلتا ب 1200. تمام. التافل اللي هو بتاخد نفس المحتوى وعليه بس شويه حاجات يفيدك في الحياه ب 250. ده بشهاده تافلزم. طيب بشهاده مم. اوفكول. اوفكول ده ختم الحكومه البريطانيه على الشهاده. هيبقى مم. ب 14000 اللي هم $500 بعد الخصم 450. بسعر البنك هيبقى واقف ب 14000. ف 7000 تيفلزم، 14000 اوفكوال، والاثنين نفس الكورس. بس انا بدفع في شهاده اوفكوال بره والله بدفع بسعر السوق السوداء. يعني الشهاده السوق السوداء عليت، ما بدفعش بسعر البنك، انا بحاسبك بسعر البنك. مش هاجي عليك، ومش هقول لك تعالى خد الكورس ب 12000 جنيه، وفي الاخر لما تيجي تستلم الشهاده يقول لك والله ما فيش شهاده، احنا محتاجين $62. مم. انا اسف والله ان انا بقول الرقم ده، لان الرقم ده عمال يجي لي في الرسائل. انا اسف يا حامد ان انا الحته دي حرقه دمي جدا من امبارح بصراحه. حلقه طيب يعني. بص، خلينا نقول استنى بس، خلينا نقول ان احنا مش هنقول للناس روحوا هاتوا لنا دولارات وتعالوا عشان تاخدوا شهاداتكم خالص. تمام. ولا هنقول للناس معلش الشهاده، يعني الاساينمنتس تاخد 3 4 سنين يتعمل لها انسبكشن وبعدين نجيب لكم الشهادات. ده كله مش هيحصل. وانس الناس خلصت الكورس ان شاء الله احنا هنحاول نجيب لهم شهاداتهم في وقت ما بين 4 ل 6 اسابيع، تكون شهاداتهم موجوده يقدروا يستلموها ويقدروا يقدموا على شغل على طول بعدها. فيعني ده اللي احنا حامد بنحاول نعمله من اربع دلوقتي. حامد معلش 4 ل 6 اسابيع ده اللي الهيئه قالته لنا، صح؟ بالظبط. انا بقى هقول من 8 ل 10، عشان لو الهيئه خلفت معاها اسبوع ولا اتنين معلش مش هنقول اللي هم قالوه لنا بالظبط. ممكن تيجي بعد 4 اسابيع، هنسلمها للناس اول ما تيجي. افرض بالظبط. بقى الهيئه دي بقوا 7، بقوا 8، لا انا هقول من 8 ل 10. يعني اللي هو خلال شهرين، شهرين ونص بالكتير شهادتك تبقى معاك. طيب لو تفلزم خلال 10 ايام او 14 يوم شهادتك هتبقى معاك. ممكن اقل من مم. كده ده غير كمان. ان احنا ان شاء الله مجرد ما الكورس يخلص آه، كل حد هيطلع له ريبورت وكل حاجه وكل اللي حصل في خلال الكورس، بحيث ان هو يقدر يقدم بيه على شغل لحد الشهاده ما تيجي، عشان ما نبقاش عطلنا الناس.
فبحيث ان احنا نبقى ايه ماسكين العصايه من النص. تمام، بس بنأكد على موضوع الدفع، علشان الناس ممكن تتخض من كلمة دولارز، يعني انه it's flexible، ان انت عادي تدفع بالمصري حاليا، صح كده؟ و... وانتوا تتولوا موضوع الدولارز ده، صح ولا انا غلطانة؟ بالظبط. تمام. ما فيش حد هيجيب، مش هنطلب من اي حد ان هو يجيب لنا دولارز، لان الموضوع مش سهل، يعني الموضوع مش بسيط، واحنا مش هنعقد الدنيا. احنا الناس بتدفع في بدايه الكورس، مش هنيجي نقول لهم في اخر الكورس والله الشهاده غليت فهاتوا لنا فلوس زياده، لا خلاص، هو وانس ان انت بس دفعت. انا عندي رجاء بس من الناس اللي عايشين بره مصر، يعني ان هم يعني يحولوا لنا بالدولار زي ما بيحولوا لقرايبهم عادي يعني. فاحنا حياتنا عماله تقع لتحت، والعمله بتاعتنا عماله تقع، فيعني الناس اللي عايشه بره مصر تزق معانا شويه، بدل ما ايوه احنا بالظبط، بناخد لو متاح المصري يبقى نحوله. جميل. احنا بناخد المصري نحوله من السوق السوداء. كورس، هل الكورس ده معتمد ولا لا؟ فهو الكورس ليه اعتمادين، انت بقى واختيارك، يا اما اعتماد شهاده باعتماد تافلزم، او شهاده باعتماد الاوفر، صح كده؟ بالظبط. تمام. تافيزم شركه بريطانيه تاسست في بريطانيا، وليها مقر في بريطانيا. فيعني بقت تمام. زي السنترز اللي موجوده في بريطانيا عادي خالص. بس يعني انكم تحبون الانجليز يعني. فرنجة. ايوه. طيب، عندي كمان بقى نتنقل للكانديديتس نفسهم او المتدربين، ونقول ممكن نتكلم عن سياسة القبول. يعني هل الكورس ده بس للناس اللي هم الانجليش تيتشرز، المدرسين بتوع الانجليزي، ولا لمين بالظبط؟ والليفل بتاعهم بتاع الانجليش ايه؟ ممكن تكلمنا يا خلف على سياسة القبول؟ انا بقبل اي حد لغته B2 وطالع في كورس التافل. لو انت B2 وطالع انا هقبلك. طب هعرف منين؟ في رايتنج تاسك بسيطه كده في الابلكيشن، وفي سبيكينج تاسك بسيطه قبل ما بندفعك الفلوس. مهم. لو قلنا لك ادفع الفلوس اعرف خلاص ان انت B2 وانت طالع. بس التاسك الرايتنج 150 كلمه، عشان بس نطمن ان انت هتبقى قادر تكتب الاساينمنتس ومش هتبقى يعني مش هتتعذب. والسبيكينج تاسك عشان انت هتشرح وهتتعامل معانا بالانجلش وهتتعامل مع زمايلك بالانجلش. فنتاكد بس ان السبيكينج شايل نفسه يعني، وقادر جميل. تتواصل وقادر تسمعنا وتفهم. دي سياسه القبول. رايتنج وسبيكينج بساط جدا بس بيدونا انديكيشن. مهم. هو مش لازم لازم يكون تكون مدرس؟ خريج. لا مش لازم يكون مدرس، لان انا اساسا مرشد سياحي. فاي حد بيتكلم تمام. انجليزي لغته كويسه مهم. انا وعايز يبقى مدرس، انا هعلمك التكنيكس وهعلمك الميثودولوجي، انا وحامد والتيم هنشتغل على النقطه دي. انت عندك لغه، هنديك بقى الميثودولوجي اللي تقدر تشتغل بيه مدرس. تمام. طيب، بالنسبة لسياسة الحضور والغياب، يا حامد، ده ايه سياسة الحضور والغياب، وده ازاي هيأثر على المتدرب خلال الكورس؟ طيب هو خلف كان قالها قبل كده، يعني في نسبة ان انت ممكن تغيب سواء في الانبوت او في التي بيز، هنعمل لك سكيدجول، بس مش هينفع يكون اكتر من 5%، ومش هينفع تكون من غير سبب. يعني مش هينفع تقول لي راحت عليا نوم، او نسيت، او ما لحقتش اكتب الليسن بلان. كل دي اعذار، وهيترد عليها ردود يعني هتكون حاسمه. مش الكورس زي ما احنا ملتزمين تجاهكم ان احنا نبقى موجودين، وما ينفعش ان انا اجي في يوم اقول لك معلش والله اصل أنا راحت عليا نومه فما فيش انبوت سيشنز النهارده، الا لو في ظرف قهري. انت مش هينفع تيجي تقول لي مش هعمل التي بي. ما فيش حاجه اسمها كده في الدنيا كلها، ما فيش اي مكان محترم بيسمح ان ده يحصل. واحنا مش هنقدر نسمح مهم. ان ده يحصل اصلا. كله يعني زي ما احنا ملتزمين تجاهكم، انتوا برضه تبقوا ملتزمين ان انتوا تبقوا بانكتشوال وتبقوا كوميتد للكورس في الاوقات اللي احنا محتاجينكم تبقوا كوميتد فيها بس. مهم. وفي ال ال التقرير الفيدباك بتاع كل درس. غالبا انا وحامد يعني متفقين على النقطه دي، في جزئيه عن البروفيشناليزم. مش بس الليسون بلان، مش بس التيتشنج. how professional you are. This is very important. يعني مهم. we would like to tell you how professional you are, and we would like to tell your employer how professional you are. لان انا وحامد هيبقى اسمنا على على شهاده تيفلزم او على الريبورت بتاعك. فمش هينفع نقول ان انت بروفيشنال وبانكتشوال والاتيتيود لطيف وانت مش كده، مش هينفع. بس لان المصداقيه بتاعتنا مهمه برضه. يعني انت مستقبلك يهمنا ومصداقيتنا تهمنا. وغير برضه يا جماعه خلينا نكون صراحه، التيتشنج فيلد زي ما بيقولوا يعني اوضه وصاله.
فوانس ان انت خلصت الكورس وهتبتدي تشتغل، الشخص اللي بيشغلك غالبا هيجي يسالنا، هيقول لنا ده كان عامل ايه او كان بيعمل ايه في الكورس. بالظبط. فلو انت مش بتبروجكت جود ايمج عن نفسك في الكورس، للاسف غالبا مش هتلاقي شغل كويس. مهم. دي حاجات كلنا جميل. محتاجين، لان مثلا لما في كورس السلطه لما الناس بتخلص، احنا في اماكن بتطلب مننا دايركت ريكومنديشنز، اللي هو يعني شوفوا مهم. لنا ناس من اللي خلصوا يكونوا كويسين محتاجينهم يشتغلوا. فاحنا بنومينيت الناس اللي احنا واثقين فيهم، مش الناس اللي كانت ريلاكتنت او مش بانكتشوال او مش بيعملوا وراهم. ما نقدرش ان احنا نومينيت حد وفي الاخر يطلع بيسبب صغرنا. مشاكل. بالظبط، فهي صغرنا. مشاكلنا احنا اللي وحش. وهنا يحضرني برضو جزئية مهمة جدا. I don't nominate somebody just for the grade. يعني انا مش هقول خدوا فلان عشان هو جايب باس A. انا ممكن ارشح حد جايب باس واتيتيودو كويس وعنده رغبة ان هو يبقى اقوى ويعني punctual ويعني عايز يتعلم وبيجتهد، وما رشحش حد مهم. جايب باس A لان بمجرد ما جاب باس A قال انا I am مستر نو ات اول بقى، ما حدش يتكلم معانا جامد جدا، مهم. انا بالظبط. هروح ادرس للكوردينيتور. مهم. فالموضوع الترشيح ما بيبقاش بناء على الجريد، الترشيح بيبقى بناء على الاتيتيود. تمام. طبعا الاتيتيود ده بيبان قوي، انت بتاخد فيدباك، لان الفيدباك ده بيبقى فيه كريتيسيزم، انت عملت كذا مهم. كويس وعملت كذا وحش، انت محتاج تشتغل على كذا عشان يبقى احسن. بيبان قوي، تمام. وشك بيبان، ردودك بتبان، طريقتك مهم. بتبان، اقتناعك باللي انا بقوله ونظرتك ليا ايه ده يعني انا مثلا احيانا سيلتا كانت يبص لي بصه كده اللي هو ايه اللي انت انا بعملها احسن من كده وبطلع نتيجه احسن من كده. مهم. يعني بشوف الوش بيقول لي كده. طبعا هو العلم المحدود حقيقي ساعات بيأذي صاحبه، فاكر ان الفن والابتسامات والنكت اللي بيقولها والطلبه مبسوطين وبيسقفوا ان هو كده عملها صح، ان هو كده درس صح. اه انت عرفت تكسبهم بالضحك وبالهزار وبالفن في الكلاس روم، بس التدريس نفسه فيه اخطاء. مهم. الاكوزيشن اللي حصل عند الطالب مش مدرك، الاكوزيشن ضعيف. مهم. فما تقوليش ان الطريقه اللي انا بقولها لك دي نظريه، لا هي نظريه وعمليه ومجربه. ساعات مهم. بشوف الردود دي، بشوف ردود الافعال دي، بشوف الفيشل اكسبريشنز. السيلتا تيوترز او يعني كتر تدريب المدرسين بنبقى عارفين الكانديد بيفكر في ايه وعايز يقول بالظبط. ايه، بتبقى باينه قدامنا قوي. فاتيتيودك ما بيبقاش بس في الردود، بيبقى في الردود وفي النظرات اللي انت بتبصها، في طريقتك وانت بتتعامل بعد كده، فبيبان لنا جدا جدا الموضوع. مهم. فاهم حاجه الاتيتيود، بعد كده النولج انت بتتعلم وبتحاول تطبق، ثالث حاجه اللغه. الثلاثه دول مع بعض موجودين، انا هرشحك بقلب جامد. يعني انت اللي هتعاني من انت حر. انت حر. الضغط. تمام. هي طيب. بس الفكره اللي الناس محتاجه تفهمها ان انت لما تيجي تكومبيت او تارجي مع حد او تحاول تفرض وجهه نظرك، حاول دايما يبقى انت اللي اوفر كواليفايد. يعني ما ينفعش ان انت ما يبقاش معاك اي حاجه في الدنيا، ولا سلتا ولا تفل ولا اي حاجه، وتروح تارجي مع حد مثلا خلص سلتا ودلتا وبيشتغل بقاله كتير قوي، وتقول له لا انا شايف ان هي كده احسن. شايف مهم. بناء على ايه؟ ما هو ده السؤال، يعني انت شايف بناء على ايه؟ يعني هل مهم. هل انت بناء على مثلا كشفت نظر؟ هل وجهه نظر. هل بالظبط والله، يعني هل انت يعني عملتها ازاي؟ بتعملوها ازاي؟ بس احنا لما كنا بناخد السلتا والدلتا، ما فيش في مره من المرات قدرنا والله العظيم ان احنا نقول للتيوتر انا شايف ان كده احسن. يعني احنا ما انت مش كناش جاي تشوف شايفين. يعني. بالظبط. انت جاي تتعلم. تمام. ده ما يعني لا ينتقص من قدرك اي شيء ان انت جاي تتعلم يعني، فيعني بالظبط، مش فاهمة. كلنا لسه بنتعلم لحد دلوقتي. يعني بالظبط. حقيقي. يعني احفظ الدور بتاعك، انت بتعمل ايه دلوقتي؟ هل انت دلوقتي ستودنت؟ هل انت تيتشر؟ هل انت تيوتر؟ حاول تبقى فاهم الدور بتاعك كويس. حقيقي. حقيقي. طيب نيجي بقى لسؤال سياسة الانسحاب، وربنا ما يجيبش انسحاب، يعني ان شاء الله ان شاء الله ما يبقاش فيه انسحاب. بس ايه هي سياسة الانسحاب من الكورس؟ و معلش، بس هو غالبا يعني وانس ان انت دفعت ما فيش انسحاب، لازم تجيب شهاده وفاه. معلش. احنا اوريدي الريفند بوليسي عندنا موجوده من ضمن الابلكيشن، هتلاقوها محطوطه وموضحه كل حاجه. آه وخلف بيشير السكرين اهو، ممكن هتلاقوها موجوده برضو.
الريفند اهي، ريفند بوليسي. هي هلا لسه معانا ولا اختفت؟ اوكي. طيب فدي الريفند بوليسي. احنا كده كده بصوا يا جماعه، انت وانس ان انت دفعت مش معنى ان انت دفعت وخلاص ان احنا خلاص ان انت كده يعني يو ار تيكن فور جرانتد وفلوسك مش هتاخدها تاني. لا، انت لحد اسبوع قبل الكورس ما يبتدي تقدر تاخد 90% من الفلوس اللي انت دفعتها عادي جدا. لحد اسبوعين قبل الكورس ما يبتدي تقدر تاخد فلوسك كلها. ما عندناش اي مشكله خالص. بعد الكورس ما يبتدي للاسف مش هيبقى فيه ريفند. ودي كلها حاجات احنا حاطينها موجوده في الويفر في الريفند بوليسي، ما عدا الاكسبشنال سيركمستانسز. لو حد حصل له ظرف كايمرجنسي او حاجه اوت اوف هاند ومش قادر ان هو يكمل الكورس، فدي بيبقى ليها تعامل مختلف. انما غير كده الريفند بوليسي واضحه وصريحه. قدامك اسبوعين قبل الكورس ما يبتدي تاخد فلوسك، اسبوع هتاخد 90%. وانس ان الكورس بدأ فخلاص للاسف مش هيبقى فيه ريفند. لازم تلتزم بيه، لازم بالظبط، لازم احنا اوريدي تلتزم بيه. قايلين الكلام ده من بدري جدا وموضحينه للناس كلها، علشان احنا دايما بنقيم ان يبقى فيه ترانسبيرنسي ما بيننا وما بينكم، اللي هو دي ريفند بوليسي، ده الويفر، دي الحاجات اللي عليك ودي الحاجات اللي علينا. علشان كل واحد فينا يبقى فاهم حقوقه وواجباته. ما ينفعش ان احنا تبقى الدنيا عايمه على بعضها او سايحه محدش فاهم ايه اللي بيحصل. فده تمام. نسبة الغياب زي بتاعة السلطة بالظبط يا حامد، احنا ما عملناش 95، احنا مش عملنا مشكله. نسبة الحضور 90%. تمام. تمام. تعالوا نتكلم على يعني what's after the course بقى. ايه بعد الكورس؟ الكورس خلاص هيخلص، فاحنا المفروض بقى عايزين نعرف طريقنا فين بعد ما الكورس ده يخلص. طيب، حابب اعلن عن اجريمنت حصلت بيني وبين مستر شريف، صاحب مراكز كونسبت. اي حد هترشحه لنا من كورسات التافل بتاعتك الستارت بتاعه 10000 جنيه، وطبعا لو عنده سنين خبرة قبل التافل ممكن كمان يوصل ل 12 او 13. فروعهم في القاهرة، وهتأكد منه في موضوع اونلاين دي او لا. يعني اعتقد ان هو عنده اونلاين برضو، بس هو فروعه بصفة عامة في القاهرة. مهم. تمام. حته الاونلاين دي ممكن ابقى اكتب عنها بوست لاحقا يعني. ان شاء الله انزل بوست قريب للموضوع ده. وطول ما الشراكه دي او الاجريمنت دي موجوده بيني او بين تيفلزم وبين كونسبت، بين محمد خلف وحامد شريف ومستر شريف فاروق، طول ما دي موجوده كل الكورسات اللي هنعملها، الناس اللي هنرشحهم من خلال knowledge skills attitude، اللغه والنولج والاتيتيود، خلال الكورس هيشتغلوا هناك. وده الستارت، جميل. المرتب ستارت مم. 10000 جنيه. دي فرصة حلوة بس قوي ما شاء الله يعني. مم. حقيقي، حقيقي. جميل. مش بس جميل. للباتش القادم، يعني هي بصفه عامه طول ما في الاجريمنت دي موجوده، واحنا ناويين ان احنا نتعاون مع كونسبت بشكل قوي في مم. موضوع المدرسين يعني. سعر الكورس $250 لشهاده تيفلزم، وعليه خصم. بس هو السعر اللي هيفضل ثابت $250. فلو حصل تعويم فالباتش الجاي هيبقى هيزيد شويه على حسب، لان احنا في الاخر انا مش عارف ايه ايه اللي هيحصل. فانا حاولت كل السيرفيسز اللي بندفعها، كل الاشتراكات اللي بندفعها بره، تمام. فبندفع بالدولار وفي الاخر بناخد بالمصري. فكده لو فضلنا عاملين السعر بالمصري هيبقى الموضوع صعب. فيها فكده كده مخاطرة. احنا مش هنغلي الكورس، لا احنا مثبتينه ب $250. انت الحقه بقى ب $250. السلتا ب $1200. السلتا ب 1200. تمام. التافل اللي هو بتاخد نفس المحتوى وعليه بس شويه حاجات يفيدك في الحياه ب 250، ده بشهاده تافلزم. طيب بشهاده اوفكول. اوفكول ده ختم الحكومه البريطانيه على الشهاده، اللي هم $500 بعد الخصم 450. هل فعلا كورس التافل ملوش اهل يسالوا عليه؟ انا اسف ان انا بقول الجمله بالشكل ده، ولكن دي الحقيقه. لان كورس التافل او كلمه تافل تيتش انجلش از فورين لانجوج لا تملكها هيئه واحده او لا تملكها مؤسسه واحده، لا يملكها الجميع. ده معناه ان كورس زي السلتا، على الرغم من ان هو كورس طرق تدريس او كورس تافل تملكه جامعه كامبريدج، ولكن ده البراند الخاص بجامعه كامبريدج زي ما قلت قبل كده. طيب عشان تاخد سلتا لازم تاخدها في مركز من مراكز كامبريدج المعتمده،
والمراكز المعتمده ما بتشغلش غير ترينرز معتمدين مروا بمراحل معينه وماشيين على معايير معينه بيقدموها جوه كورس السلتا. عشان كده الكورس محتفظ بكيانه وقيمته، طبعا قوته من قوه شهاده جامعه كامبريدج. ضيف على كده ان في معايير ثابته وواضحه ومتراقبه. طيب مشكله التفل لما قلت لك ان هو ملوش صاحب، اي حد يقدر كده بشويه مجهود وبشويه طموح يقول انا مدرب مدرسين وانا هدربك في كورس التفل، بدون ما يكون عنده الامكانيات الكافيه او النولج الكافيه او الخبره الكافيه. ودي مشكله التفل، ان مفيش مؤسسه بتقول لك انا التفل ده بتاعي وانا اللي براعي المعايير بتاعه. فقبل ما تاخد كورس تفل لازم تتاكد من كفاءه المدربين، من كفاءه الاداره. لان انا بوعدك في التفلزم ان احنا هنراعيك اكاديميا، فالاكاديميا موجوده بقوه. واداريا احنا بنركز جدا جدا برضو على الجانب الاداري، ان انت ما تتظلمش في اي حاجه. اوعدك ان الشهاده بتوصل من 4 ل6 اسابيع بعد انتهاء الكورس. لو حصل اي حاجه في العمله احنا يعني بنتحملها، ما بنقولكش لا والله ده الدنيا حصل فيها كذا كذا فادفع لنا الفرق. ممكن يكون المكان اللي انت بتاخد فيه تافل قوي اكاديميا بس اداريا فيه مشاكل، ممكن قوي اداريا بس اكاديميا فيه مشاكل. في التفلزم احنا بنوعدك ان احنا مركزين جدا ان ما يكونش عندنا اي مشاكل. فطبعا التافل في التفلزم بكواليتي سالتا. وزي ما قلت في الاورينتيشن انا وحامد، ان حتى السيشنز اللي مش مسموح لنا نحطها في السالتا قدرنا نحطها في التافل. حاجه زي بيرسونال براندنج مثلا، اللي هو هتخلص الكورس وتعمل بيرسونال براندنج لنفسك ازاي، تفكر ازاي ايه الكورسات اللي انا خدتها او اللي تفلزم كبرت بسبب ان انا عارفها. دي بنشاركها معاك في احد السيشنز اللي هي تقريبا السيشن الاخيره من كورس التافل 120 ساعه. طبعا لو انت حابب تنضم لكورس التافل ده، رقم نادين واتساب، فابعت لها مسج فيها كلمه تافل 120 وهي هترد عليك بالتفاصيل في اقرب وقت. ودايما نادين بيبقى معاها كود خاص 10% من السعر اللي احنا اتكلمنا فيه في الاورينتيشن. الكود ده بيبقى مفتوح لفترات معينه، دايما نادين بتحطها في الستوري عندها في الواتساب. فسجل الرقم ده واتساب وابعت لنادين وان شاء الله خير. خليني اجاوبك على سؤال خطير جدا في الفيديو ده. هل انت بتدور على فرصة العمل وبتشوف المتطلبات اللي هي عايزاها الأول، ولا بتروح تاخد الكورس الأول وتدفع فلوس كتير وبعد كده تشوف هل أنت كنت محتاج الكورس ده ولا لأ؟ بقى صعب قوي إن أنت تاخد قرار تبقى متأكد إنه قرار صحيح وأنت رايح تاخد كورس طرق تدريس، لأن الأوبشنز بقت كتير جدا والحيرة مع الأوبشنز دي بتزيد. فإحنا في الفيديو ده حاولنا نوضح الفروقات بين بعض الكورسات، وكمان إمتى تاخد القرار وإزاي تاخده. وخليني أكد لك إن مهما كان القرار ومهما كان الكورس اللي أنت نويت تاخده، صدقني ربنا ما بيضيعش تعب حد ولازم هيعود عليك بالنفع. وطالما أنت تعبت وصرفت واجتهدت، وفرت من نفسك مثلا تمن موبايل جديد، صدقني لازم يعود عليك بنفع مادي وتجيب موبايل أحسن من اللي أنت يعني منعت نفسك عنه. طالما أنت اجتهدت وعملت اللي عليك والتزمت، الرزق كده إن شاء الله هيجي. كل التوفيق.